ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. ما تنسونيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل جديد. النهاردة هعمل معاكم بيوريه البطاطس باللحمة المفرومة، وصفة جميلة جدا وتغيير بقى عن الاكل المعتاد بتاعنا. اول حاجة انا سلقت البطاطس، كنت غسلاها ومقشراها وحطيتها في مية عشان اسيبها تتسلق، وبعد كده حطيت عليها شوية ملح وقلبت كويس وغطيت الحلة وسبتها بقى تستوي مع نفسها. وصفة سهلة جدا ومبتحتاجش وقت وتغيير عن الغدا المعتاد اللي احنا متعودين عليه، وطعمها جميلة جدا. يعني بربع كيلو لحمة مفرومة تعملي الوجبة دي. انا سبت البطاطس تستوي مع نفسها، وهنا جبت طاسة وحطيت فيها شوية زيت، نزلت عليها ببصلاية متقطعة صغير وقلبت البصل وشوحته كويس. احنا طبعا مش محتاجين البصل ياخد لون، هو بس يدوب يدبل. طبعا انا كنت حاطه رشه ملح على البصل. اتمنى وصفه النهارده تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم، وتقولوا لي تحبوا اعمل معاكم ايه وصفات. يعني شاركوني كده وتقولوا لي تحبوا اعمل معاكم ايه. ومعايا هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، نزلتها على البصله يا دوب بس دبلت، مش محتاجين انها تاخد لون. وقعدت افتفت كده اللحمه مع البصل واقلب كده كويس. ومعايا طماطمايه شايله منها القلب، يعني يا دوب بس اللحمه بتاعه الطماطم. بس هي خطوة الطماطم بتخلي اللحمة كده حلوة وجميلة. قلبت كويس الطماطم مع اللحمة. صدقوني هي وصفة سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة ولذيذة. ومعايا هنا صلصة، هاخد بس معلقة صلصة واقلب اللحمة والصلصة والطماطم مع بعض. اقلب كويس، يعني في نص ساعة تكوني مخلصة الاكلة دي. زي ما انتوا شايفين قعدت اقلب كله مع بعضه كويس. معايا البهارات، معايا ملح وفلفل اسود وكمون. وقلبت البهارات كويس مع اللحمة. قلبت كويس وشوحتهم كلهم مع بعض. وبعد كده هوطي النار بقى، يعني واسيب اللحمة تستوي مع نفسها شوية كده. وزي ما قلت لكم قولولي هتحبوا اعمل معاكم وصفات ايه المرة الجاية. وهنا البطاطس كانت استوت وصفيت منها المية، بنفس الحلة صفيت منها المية بس. وجبت الهراسة بتاعة البطاطس وهرست البطاطس كويس جدا. هرست كمية البطاطس كلها. طبعا انت لو حابة تحطي ربع كوباية لبن على البطاطس حطي، هتخليها حلوة جدا. انا حطيت شوية مية بس عشان مكانش عندي لبن ساعتها، فقلت اتصرف، حطيت شوية مية صغيرين وهرستهم كلهم مع بعض كويس جدا. وجبت طاجن بايركس ودهنته رشة بسيطة كده من الزيت، ونزلت نص كمية البطاطس وفردتها كويس بالمعلقة. سويتها كده في قلب الطاجن، قعدت اساوي فيها كويس. يعني حطيت نص الكمية تحت، وبعد كده هحط اللحمة في النص، وهحط بقية البطاطس من فوق واساوي برضو، وهنرش في الاخر بقى جبنة موتزاريلا.
وتدخل في الفرن بقى لدرجة حرارة 180. هو يا دوب نص ساعة كل حاجة مستوية اصلا، يعني يا دوب بس الجبنة تسيح ويعني ايه وتتشرب كلها كده من طعم بعض. انا عملت هنا نص كمية البطاطس تحت ونزلت عليها باللحمة، وفردت اللحمة كويس فوق البطاطس. بجد طاجن لذيذ جدا وجربوه هيعجبكم جدا. ونزلت بكمية البطاطس. هو طبعا ايه، انا ما اتفرشتش معايا كويس قوي الكمية اللي فوق، فقلت يلا مش مشكلة كده كده، يعني حتى لو اللحمة بانت يعني اللحمة طعمها حلو. وحطيت عليها الجبنة الموتزاريلا، وزي ما انتوا شايفين الجمال. طاجن خرافة وتغيير بقى عن الغدا الأساسي وكده. يعني بجد جربوه هيعجبكم وهتدعولي. وبس كده، ده فيديو النهاردة، كان معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي، ومع السلامة.